السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والسنة الجاية يا رب نكون كلنا على عرفات، اللهم آمين يا رب العالمين. ايه رأيكم في الحلويات وفي الجمال ده؟ كل الجمال ده والحلويات دي وأكتر من كده كمان عملناها بإيه؟ عملناها بقرع العسل اللي هو اليقطين. اليقطين أو قرع العسل الاتنين واحد. انا معايا واحده من اليقطين ده معروف باسم ايه؟ اللي هي الحبايه اللي معايا دي. طبعا في نوع تاني منه، دي اللي معايا دي معروفه باسم عمه السلطان. شكل عمه السلطان زي ما انتم شايفين كده. خدتها غسلتها كويس ونشفتها. هي شكلها مجير بس هو ده شكلها. هناخدها بقى بعد كده هنقسمها نصين بالسكين. هعرفكم ازاي ننضفها ونقشرها وامتى نخزنها ونعمل منها حلويات كتير. هنعرف حاجات كتير في الفيديو ده. خلاص بعد ما قطعناها بالشكل ده هجيب بقى معلقة او سكينة ونحاول نشيل الالياف اللي جوه بالشكل ده. يعني بس من الافضل تبقى معلقة علشان السكينة ما تجرحش ايدكم او يعني ما تبقاش خطر شوية. هننضفها كويس جدا، هنكحت فيها كده. هو اليقطين عموما مش بيبقى طري زي الشهد وزي الشمام او زي المنجاوي اللي طالع دلوقتي في السوق. لا هو بيبقى ناشف زي البطاطا كده، يعني نفس نشوفية البطاطا. هنجيب المعلقة ونحاول نكحت كويس جدا من جوه لحد ما شيلنا كل الالياف اللي جوه ونضفناها من جوه. كده نضفنا اليقطين بتاعنا. فاضل ازاي نقشره؟ اسهل طريقة لتقشير اليقطين ان احنا نقطعه شرايح، يعني صوابع بالطول كده. بالراحة كده وانت بتقطعي علشان السكينة بتاعتك لو حامية ما تنزلش على ايدك. انا بالراحة اهو اقطع صوابع زي ما انتم شايفين كده. بحاول اظبطها لكم قدام الكاميرا. هنقطع الشرايح كده وبعد كده هتبقى سهل جدا معانا في تقشيرها. اليقطين ما بياخدش وقت في عمايله، بيبقى سهل جدا وطعمه لذيذ جدا جدا جدا. في كل انواع الحلويات اللي ممكن تعمليها، مش نوع واحد، ممكن تعملي اكتر من نوع حلويات باليقطين. ثمرة واحدة بس من اليقطين هتعمل لك يعني اكتر من صنف من الحلويات. هنقشر الجلدة ونحاول كده يعني نغوط شوية بالسكينة علشان ما يبقاش فيه حاجات بيضة كده من اللي هي تحت القشر. هوريكم كده في حاجات شايفينها كده، لا هنشيل البياض ده بالسكينة ننضفها، احنا مش عايزين اي حاجة بيضة فيها. علشان كده نغوط بالسكينة شوية واحنا بنقشر اليقطين وبالراحة على ايدنا عشان السكينة ما تنزلش على ايدنا. كده خلاص اليقطين بتاعنا او القرع بتاعنا اتقشر. هنجيب حلة بقى ونقطعه مكعبات صغيرة. انا الحله بتاعتي كنت جايباها، كنت مفكره ان هو يعمل كميه صغيره، فالحله كانت صغيره. اما لقيته ما شاء الله فرط معايا كميه كبيره نقلته في حله اكبر. دي الكميه اللي طلعت معايا. هحط عليها بقى السكر. انا هحط عليها كوبايتين من السكر. مش هكتر السكر عشان بعد كده اعرف اتحكم في السكر. السكر لو حطيته كتير وطلع مسكر قوي هيطلع يعني لاذع قوي، فيعني هيميع النفس بمعنى اصح. فحطي كوبايتين سكر عشان بعد كده لو السكر قليل هتعرفي تظبطيه، لكن لو السكر كتير خلاص مش هتعرفي تتحكمي فيه. هنقلبه كويس جدا ونسيبه حوالي ساعتين 3، او لو مش مستعجله عليه ممكن تسيبيه على بيات. هو هينزل كميه ميه حلوه، دي اللي هنسلقه فيها. ما تحطيش عليه اي سوائل، هو هينزل كميه سوائل كويسه جدا. مش هنحتاج نحط عليه ميه خالص. شايفين كميه الميه اللي هو نزلها؟ انا قعدته حوالي ساعتين نزل لي كميه الميه دي. هاخده بقى احطه على البوتاجاز على نار عاليه. كل ما يبتدي ويدخل في التسويه هينزل معايا ميه. ف يعني ما نحطش عليه ميه، لان في ناس بيقولك حط عليه شويه ميه، لا ما تحطيش. شايفين كميه الميه اللي نزلت منه؟ يعني ما شاء الله مش محتاج يتحط عليه ميه. هنحاول بس لو في ريم او كده نشيل الريم ده من عليه. في الحاله دي بقى هندوق بقى اليقطين بتاعنا الميه. لو لقيناها محتاجه ان هي تتزود سكر هنزود سكر. لا انا السكر بتاعنا مظبوط خلاص. انا بصراحه لقيت السكر مظبوط، الكوبايتين السكر كانوا مظبوطين قوي فما حطيتش سكر. كان سكره مظبوط جدا بالنسبه لي. كده سبته على نار عاليه. اليقطين بتاعي استوى واتهرى خالص، هو ده المطلوب. اليقطين لازم يستوى ويتهرى خالص. يعني مش يبقى نص سوا، لا يبقى مستوي خالص، ما تحتاجيش حتى ان انت تهرسيه. هناخده بقى هنقفل عليه وهناخده نصفيه. نصفي الميه لوحدها واليقطين لوحده. الميه دي كنز، اوعي ترميها. الميه دي هتعملي بيها كل الوصفات الحلويات بتاعه اليقطين. ممكن تاخديها بقى تفرزيها وتحطي
كمية المية ديت في أكياس كده وتحطيها في الفريزر وتخرجي على قد الوصفة. وده اليقطين في الحالة دي نقدر إن احنا نحط برضو على قد الكمية اللي احنا محتاجينها في الفريزر. يبقى في المرحلة بتاعت بعد ما استوى وصفناه من المية، دي المرحلة دي بقى نقدر ان احنا نخزن فيها القرع بتاعنا في الفريزر ونخرج على قد الوصفة اللي احنا عايزينها. نيجي نعمل بقى اول وصفة معانا. احنا عملنا وصفات كتير منه، بس انا هعمل في الفيديو هنا وصفة واحدة علشان بس الفيديو ما يطولش عليكم، وهنزل بقية الوصفات في فيديوهات تانية بإذن الله. اول حاجه هعمل الطبقه بتاعه البشاميل. حطيت معلقتين ونص من السمنه ونزلت عليهم بمعلقتين ونص من الدقيق، وهسيب الدقيق كده يتحمص في قلب السمنه لحد ما الريحه بتاعته تطلع. ما عندكيش سمنه ممكن تحطي زبده، ما فيش زبده ممكن تحطي زيت على فكره، مش هيقول لا. يعني المتوفر الماده الدهنيه المتوفره عندك حطيها، بس يبقى الزيت بتاعك يعني ايه، زيت ريحته حلوه. بعد كده نزلت عليه بكوباية من الحليب. هقلب كويس، الحليب بتاعنا يبقى بارد علشان ما يكتلش معانا. وهنزل عليه كمان بكوباية من مية اليقطين، اللي هي مية قرع العسل اللي انا بقولك عليها دي كنز. يعني احتفظي بيه، احنا مش هنحتاج نحط اي سكر، هو فيه السكر بتاعه هو لوحده مسكر، فمش هنحتاج بقى نحط سكر. فاي وصفة حلويات هتعمليها بمية اليقطين خلاص هتغنيكي عن السكر، هتوفر لك السكر خلاص. انا نزلت بكوبايتين وبعد كده لقيت السمك بتاعه تقيل شويه، فقمت نازله بنص كوبايه من الحليب ونص كوبايه كمان من اليقطين. يبقى الاجمالي بتاعنا معلقتين ونص من السمنه او اي ماده دهنيه، عليها معلقتين ونص من الدقيق، عليهم 3 كوبايات من السوائل، كوبايه ونص حليب وكوبايه ونص ميه يقطين. بعد كده حطيت ظرف من الفانيليا وقلبت وقفلت النار بقى. وده السمك بتاع البشاميل اللي معانا. خلاص البشاميل بتاعنا بقى جاهز. نروح بقى على صينية. حطيت طبقة كده من البشاميل في أرضية الصينية. بعد كده هنزل عليها بالقرع بتاعنا، شايفينه ماهر ازاي، انا محتاجتش ان انا اهرسه. لو حابه بقى تحطي مكسرات في المرحله دي على القرع بتاعك براحتك، حطي مكسرات اللي انت حباه. ما انتيش حابه خلاص سيبيه ساده زي ما انا سيبته ساده كده. حطيت الطبقه بتاعه اليقطين وفردتها حلو في الصينيه. وعلى فكره انا ما خليتش طبقه اليقطين معايا سميكه تخينه، انا كنت حابه ان هي تبقى رفيعه وهقول لكم ليه. بس لو حابين ان انتم تخلوها سميكه خلاص خلوا طبقه اليقطين بتاعتكم سميكه تخينه براحتكم، وزودوا بقى كمية البشاميل، ضعفوا كمية البشاميل بتاعتكم، يعني الكمية اللي انا عملتها ضعفوها لو انتوا حابينها ان هو يبقى الطبقة بتاعت اليقطين سميكة وطبقة البشاميل سميكة. بس انا حبيت ان الطبقة دي تبقى رفيعة وطبقة البشاميل تبقى رفيعة. كده سويت البشاميل في الصينية، هدخله بقى على النار. الصاج من تحت، النار تبقى والعة من تحت، هحطه 5 دقايق كده من تحت يغلي مع بعضه كده وياخد من طعم بعضه، وبعد كده هدخله تحت الشواية لحد ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده بعد ما بردت، طبعا ما ينفعش تقطعها وهي سخنه خالص هتتهرى منك. والافضل كمان الافضل ويبقى طعمه احلى واحلى ان انت تحطيها في التلاجة وتاكليها تاني يوم. دي لو انت حابه تقطعي خرطه بخرطه. بس انا بحب اعملها ايه، بقطع الخرطتين على بعض. ليه؟ علشان يعمل لي طبقات كده من اليقطين والبشاميل. تبقى طبقه يقطين تحت فوقها طبقه بشاميل، بعد كده طبقه يقطين، بعد كده طبقه بشاميل. انا بحب اكلها كده بصراحه بتبقى طعمها جميل. فانت معاكي كل الحلول، حابه تاكليها طبقه واحده براحتك، حابه تاكليها على طبقتين زي ما انا عملت كده براحتك. جربوه وان شاء الله هتبقى طعم جدا ومش هتسيبوه يعني